مساء الخير كابتن، حياكم الله حبايب القلب، وياكم اخوكم كريستال بوليت في فيديو جديد مختلف من نوعيته. حبايب القلب، مثل ما تعرفون العراق وممكن بقيه الدول عندهم الكيك محظور، ما تقدر تفتحه الا تفتح في بي ان، والفي بي ان بالنسبه لك يقلل سرعه الانترنت، او ممكن اكو ناس لازم تشترك، وهذا كله مزعج وما ينفعك ولا يفيدك باي شيء. بالتالي شنو اللي ممكن نسويه حتى نخلص من هذا الموضوع ونفتح الكيك من غير في بي ان؟ اذا انت من البي سي تابع هذه الخطوه، وباقي الخطوات راح تكون للموبايل. فخلينا نشوف اول شيء خطوه البي سي، بما انه هي اسهل وحده. شنو ما يكون ويندوزك، سواء ويندوز 10 او ويندوز 11، تدخل على هذه مال الكونكشن، تدوس كليك يمين، بعدين اوبن نتورك اند انترنت سيتنجز، وتدخل على تشينج ادابتر اوبشنز. نفس الشيء موجوده بالضبط بويندوز 11، لكن ممكن بمكان ثاني. بعدها تشوف الكونكشن مالتك اللي هو هذا الكيبل، حتى لو كان واي فاي مو مهم. تدخل كليك يمين، بعدين بروبرتيز، بعدها تضغط على اي بي في 4 بروبرتيز، وتيجي لهنا تنفتح لك هذه النافذه. هذه تغلس عليها، تروح على الثانيه، تحط على يوز ذا فولوينج دي ان اس سيرفر ادريسز، وتكتب بالفراغ الاول 8.8.8.8، ومن بعدها يا صديقي العزيز تيجي على موقع كيك وتفتحه وتلاحظ انه موجود، وتروح راسا مباشره شو تسوي؟ تروح مباشره تتابع منو؟ تتابعني. زين، هاي الصفحه مالتي عزيزي، هذه صفحتي، تجي علي تتابعني، وبارك الله بيك والله يوفقك بحياتك. عرفت شلون؟ هذه بخصوص منو؟ بخصوص جماعة الحاسبة. هسه نروح إلى منو؟ إلى الموبايلات، النوعيتين. أي موبايل يمتلك نظام أندرويد وموبايلات الآيفون. فنبدي أول شيء بموبايلات اللي تمتلك نظام أندرويد، وهذه كلش بسيطة. كل ما عليك اللي تسويه إنه أنت تروح على، تفتح الإعدادات، تضغط على الشبكة والإنترنت، تضغط على الدي ان اس الخاص، ومن هناك تختار برايفت دي ان اس بروفايدر. في حال يعني واحد ما يعرف يقرا، فهذه هيك المفروض تكون مكتوبه. تمام. من بعدها هناك راح تكتب هذا، اكتب هذا، اكتب هذني، خلاص. من بعدها اضغط سيف، وراها اندي اي حبيب قلبي. في حال ما اشتغل هذا، مع انه مستحيل ما يشتغل، تقدر عادي ببساطه تكتب 8.8.8 مثل ما سوينا لجماعه البي سي والى اخره، او 4 وحدات، او 1.1.1 اللي هي نفس الشيء، راح يشتغل عندك مليار بالمية. وهسه اخر شيء راح نروح الى جماعه نظام الاي او اس اللي هم جماعه الايفون. تروح للمتصفح مالتك وتكتب مثل ما انا دا اكتب بالفيديو. تدخل على اول نتيجه بحث، وبعدها تضغط على ترايت ناو اللي مكتوبه بالمستطيل الازرق. راح تطلع لك هذه الصفحه بهالشكل. انزل انت جوا الى ان توصل الى هذا الاختيار، واضغط على هذه الكلمه اللي راح اشر عليها انا بالفيديو. بعد ما نضغط على الكلمه اللي تحت مثل ما قلت لكم انا بالفيديو، راح تطلع لك هذه الصفحه. اكتب اسم جهازك شنو ما يكون، عادي جدا مو مهم. بعدها اضغط على كلمه داونلود، وراح تطلع لك هذه الاختيارات الاثنين. انت اختار السماح اذا كان بالعربي، او الله اذا كان بالانجليزي. بعدها راح تروح على اعدادات جهازك وتختار هذا الاختيار اللي عاده يكون جوا الحساب مال ابل اللي انت مسويه. راح تطلع لك هذه الصفحة، انت تختار اخر شيء، وبعدها تضغط على تنصيب او انستول اذا كانت بالانجليزي. وبهالشكل يا صديقي العزيز راح تقدر تفتح كيك وتتابع ستريمرك المفضل، او تفتح اي موقع ثاني محظور بالعراق او اي دولة من الدول العربية. مثل ما تشوفون بهذا الفيديو، اني ما فاتح اي في بي ان، لكن فاتح الموقع طبيعي جدا، والحياة سعيدة. وبهالشكل حبايب القلب بينتهي مقطعنا لهذا اليوم. ان شاء الله تكونوا استفادتوا من هذا المقطع. لا تنسون حبايب القلب تتابعوني على صفحتي، انا كل يوم بث مباشر الساعة 9. هذه صفحتي، هذا الرابط مالتها راح اترك لكم ايضا بالوصف، واترك لكم اياه بالتعليق المثبت. تابعوني هناك كل يوم بث مباشر، اونسك الوزك وتغير اجواء هوايه. تعال كابتن، تعال طبق الخطوه، تعال مو تطبقها وتروح على ستريمر غيري، لك. يلا، لا اكيد الناس عندها ستريمر مفضل تحبه وتحب انه تتابعه. فاخذ راحتكم حبايب القلب، ولوف يو سو ماتش، ونلتقي في مقطع قادم.